يكتسب قطاع صناعة الخزف والفخار أهمية ثقافية واقتصادية بالغة في مدينة نابل التونسية. ويستخدم معظم الأهالي حتى هذا اليوم الأواني الفخارية بأشكالها المتعددة والمتميزة في بيوتهم، والتي أضحت تنافس الصناعة الحديثة. تشتهر محافظة نابل منذ القدم على المستويين الوطني والإقليمي بصناعة الخزف والفخار، ويقال بأن هذه الحرفة جاءت إلى الجهة مع الأندلسيين الذين جلبوا معهم بعض الحرفيين إبان هجرتهم الكبيرة الثانية في مطلع القرن السابع عشر الميلادي. كما يعتبر قطاع الفخار من أبرز قطاعات الصناعات التقليدية بالمدينة، والذي اشتهرت به منذ سنين توارث خلالها الحرفة الأبناء عن الآباء. طبيب من عام 67 الجو الحمد لله رب العالمين. انا ما عادش خدمت فوق ال 40 سنه وتعلمت الصنعه من الشافه للشافه وعلمت تبارك الله بمعامل نتاعهم وصناعيه الله يبارك كبروا. ورغم التطور الذي شهدته صناعة الفخار، فإنها في نابل ما زالت تعتمد على لمسات الحرفي الفنية ومواهبه وخبرته في تشكيل الأواني والتحف ونقشها برسوم تعبر عن موروث حضاري يعكس عراقة هذه الحرفة وتطورها، ما جعلها أيضا حاضرة في الأسواق الأوروبية. الصناعة هذه تورثت على بابا. معناتها بابا هو اللي علمني الخدمة هذه وعلم برشا أجيال منهم أنا تعلمت معناته يشعر الفضل هو، وزدنا تطورنا فيها. احنا كنا نخدموا معناتها حاجات صغيرة نتاع استعمال قليل، معناتها تطورنا فيها ولا الناس يستعملوا فيها هذه تو تقدر تطيب بها معناتها على النار وتحمل الحرارة. وتعد الأطباق والأواني الفخارية منافسة لنظيراتها في الصناعات الحديثة لمواكبتها التطور، ويعتمد معظم سكان المدينة على استعمال تلك الأواني في الطبخ كونها صحية، وغيرهم يعتبرون استخدام الفخار جزءا من الموروث الثقافي والتاريخي. استعمل أنا يعني الفخار العربي المودرن شوية، هو معناتها مزينين وكل شيء على خاطر أسباب صحية. ويعود مجد صناعة الفخار بنابل وتونس إلى نهاية القرن السادس عشر، حين أصبحت صناعته مزدهرة بقدوم حرفيين من جزيرة جربة باحثين عن أسواق جديدة، والذين وجدوا في محاجر الطين بالمنطقة مادة أولية جيدة ومتوفرة بغزارة. يعتبر صنع الفخار من أبرز قطاعات الصناعات التقليدية في مدينة نابل منذ سنوات، والتي أضحت عاصمة للخزف الفني والفخار التقليدي، ليبقى منافسا للصناعات الحديثة حتى اليوم. ياسر دبابش، الغد، تونس.